انا استقلت. ممكن تقولوا لي مبروك؟ ايه يا نيفين ده؟ استقلتي وسبتي الشغل وعايزانا نبارك لك؟ تباركولي. لان اوقات لما الواحد بياخد قرار الاستقاله بيكون محتاجين نبارك له. ليه بقى محتاجين نبارك له؟ محتاجين نبارك له لان الوضع اللي هو كان فيه كان وضع بيهدد صحته النفسيه والجسديه والمعنويه بكل اخطار. انا نيفين حمدي، ايموشنال انتليجنس كوتش متخصصه في الذكاء العاطفي ومدربه ومنتور. ولقيت ان انا زي ما بوعي الناس بحاجات كتير قوي في الذكاء العاطفي وفي تنميه وتطوير ذاتكم بشكل عام، التجربه الاخيره اللي ليا والتجربه بتاعه استقالتي خلتني ابص كده واتامل واقول طب ليه لا ان انا كمان ما وعيش الناس امتى ياخدوا قرار الاستقاله، او تحديدا ايه هي الريد فلاجز او العلامات الخطر والمهمه اللي لما نشوفها جوه بيئه العمل نبتدي ناخدها بعين الاعتبار ونقول خد بالك كده علشان دورك جاي، او خد بالك علشان انت لازم تطلع من المكان ده باسرع وقت ممكن. يكون عندك وعي تام امتى المكان ده ما بقاش يستهلك، يكون عندك وعي امتى المكان ده بقى ضد قيمك ومبادئك واخلاقك وما يتناسبش معاك. عشان كده قررت ان انا اعمل سلسله فيديوهات قصيره مش هطول عليكم فيها اهم العلامات الخطر بناء على تجربتي الشخصيه والحقيقيه، بوعيكم فيها امتى تاخدوا بالكم من الريد فلاكس دي جوه بيئه العمل. استنوني ان شاء الله، هيكونوا 5 فيديوهات، كل يوم هينزل فيديو، وان شاء الله تكون بالعلم والاثر النافع عليكم. استنوني.